السلام عليكم. ملاحظة بقى لي مدة كده كل ما أفتح الفيسبوك ألاقي صفحات كبيرة. هي كل المحتوى بتاعها إن كل واحدة بتصور بيتها كله. البيت بقى، الصالة، المطبخ، الحمام، أوضة النوم، الدولاب، كل حاجة، كل حاجة، وتحطها على الجروب ده وتقول ده بيتي وأنا باقبل النقد وبالراحة عليَّ وما حدش يقول ما حدش يديني نقد لاذع، قولوا لي رأيكم إيه في بيتي، أحب أسمع وجهة نظركم لو في حاجة أنتم شايفين إنها مش حلوة أنا أضبّطها. الحقيقة طبعًا أكيد يعني في حُسن نوايا معروف طبعًا، وإن هُم بيحبّوا يشاركوا بعض الخبرات، وهنا واحدة تقول مثلًا طَب شيلي دي حُطّيها هنا، طَب اعملي كذا، لأ طَب ادهني كذا، طَب يعني بيبقى في تبادل الخبرات، ولكن أنا من وجهة نظري الشخصية يعني، شايفة إن ده بيبقى فيه كشف عورات البيت. البيوت عورات يا جماعة، بالأخص غرف النوم، يعني تبقى مصورة غرفة النوم بكل تفاصيلها والتسريحة واللي عليها والدولاب واللي فيه، طب ده يصح؟ ما ينفعش حبيبتي. طبعًا ناهيك عن نقطة تانية، إن مش كل اللي موجودين في الجروب على نفس المستوى، يعني أنا لاحظت إن في ناس ما شاء الله، ما شاء الله فِلَل وشقق تحفة دوبلكس ويعني أماكن جميلة جدًا، وعلى فكرة هو مش مقتصر يعني على حد في مصر أو في دولة معينة، لأ ده هو شامل دول كتير، مصر والعراق والجزاير وليبيا وما شاء الله يعني جروبات بتبقى كبيرة ومن دول كتير. ف وبالاقي ناس يعني على قد حالهم جدًا، جدًا، ربنا يرزقهم الخير والبركة يا رب والرضا، وبيحطّوا برضه الصور وبيقولوا إحنا راضيين وربنا يبارك لنا في بيتنا. مثلًا تدخل واحدة تقول أنا شقتي 60 متر بس بالنسبة لي جنة وواسعة وبتقول كلام حلو أوي، أوي. دي الناس اللي ممكن تكون نفوسها حلوة وعندها رضا فعلًا، لكن طبيعة النفس البشرية ممكن غصب عنها يعني تغير، غصب عنها ممكن تحسد، غصب عنها ممكن تتمنى اللي عند غيرها ده ويعني تقعد تبكت بقى في حالها، واشمعنى أنا بيتي عامل كده، ده أنا بيتي خرابة، بصوا على البيوت اللي موجودة. طيب هو الهدف إيه من الجروبات الكبيرة دي اللي الناس بتقعد تحط بيوتها عليها؟ وبعدين كل ذي نعمةٍ محسود يا جماعة، والكلام ده إحنا اتكلمنا فيه قبل كده كتير جدًا، جدًا. فأنا يعني من وجهة نظري شايفة إن ما ينفعش أصلًا إن إحنا نحط بيوتنا بكل تفاصيلها ونكشفها قدّام الآلاف اللي موجودين في الجروبات دي. بالإضافة إلى أنا لاحظت إن في بعض الناس بيخشوا بقى مش بيخشوا يقولوا رأيهم، لأ بيخشوا بيحصل فيه مشاكل، يعني مثلًا واحدة حطّت من دولة معيّنة شقتها وكانت بسم الله ما شاء الله رائعة، رائعة وواضح إن سِت البيت دي ذوقها راقي جدًا، جدًا، يعني أنا قعدت أسمّي وأكبّر وأقول ما شاء الله، وأنتم مش ضامنين إن كل اللي في الجروب هيقول ما شاء الله تبارك الله خلّي بالكم. فدخلت واحدة علّقت وقالت ما شاء الله ده أنتم ذوقكم في البلد الفلانية، أنا مش عايزة أذكر يعني البلدان يعني لإن إحنا كلّنا مسلمين وكلّنا إخوات مش عايزة أذكر ده يعني. فدخلت واحدة قالت ده أنتم ذوقكم حلو جدًا، الله يهدّها ويسامحها، الست الفلانية اللي هي من البلد الفلانية يعني، معروفة إنها مش نضيفة وبيتها على طول مش حلو وعلى طول ذوقها مش جميل. فاتقلب البوست خناقة كبيرة جدًا، مين قال لِك إن إحنا مش نضاف، مين قال لِك أنتِ إزاي تقولي كده، هي من نفس البلد يعني، أنتِ إزاي تقولي علينا كده، ده أنتِ من نفس البلد، وهو مش عشان واحدة حطِّت من بلد معيّنة يبقى هم كلّهم كده، فيه الحلو وفيه الوِحِش، وبدأت بقى الصور تنزل من البلد دي، كل الناس كل الستات يحطّوا صور بيوتهم علشان يثبتوا للست اللي قالت كده إن إحنا بيتنا لأ، إن إحنا نضاف وإن إحنا ذوقنا حلو جدًا زينا زي أي بلد تانية فيها نضافة وشياكة. واتقلب بقى البوست خناقة وقفلوا البوست على التعليقات، ويعني أنا كنت حزينة جدًا، جدًا، لإن الدنيا كانت هي على الأقل لطيفة، قلب بخناقة والناس زعلت من بعضها.
أنا بصراحة ضد الموضوع ده من أوله لآخره. أولًا أنتِ مش ضامنة كل اللي موجود في الجروب ده نَفْسه سويّة والّا لأ، وبيتمنى الخير لغيره والّا لأ، هيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله والّا لأ، وضعه إيه. أنا شُفت شتان ما بين بيوت ما شاء الله قمة الشياكة، وبين بيوت حبايبي الله يعينهم ويقويهم ما فيش حتى يعني حاطة الحصيرة والكليم على الأرض، الله يغنيهم من فضله ويجعلهم دايمًا راضيين، وهُم راضيين على فكرة. بس إحنا نفوس بشرية يا جماعة غصب عننا، غصب عننا ممكن الواحد يحصل أو نتمنى نقول يا رب ارزقنا زيهم. فأنا شايفة إن ده ما ينفعش، خصوصًا كشف عورات غرف النوم. ناس بتقول داري على شمعتك تقيد، واحفظوا بيوتكم، واحفظوا أولادكم، واحفظوا أسركم. إن العين لتدخل الرجل القبر، وتدخل الجمل القدر. خلّي بالكم، وبنرجع بعد كده نزعل ونبكي ونقول إيه اللي حصل في البيت، وإيه اللي حصل مش عارف في إيه. وطبعًا حضراتكم عارفين إن الأمر ده العين والحسد ذُكر في القرآن الكريم. كان لسه في واحد من اللي بيربوا عصافير وحمام، كان مبسوط أوي بالبرج بتاعه وبيت الحمام وبيت العصافير الكتير. أعتقد البوست ده انتشر جدًا، جدًا. صوّره ونزّل الفيديو بتاعه على السوشيال ميديا، تاني يوم نزّل الفيديو كل اللي في البرج مات. حمام وعصافير، وقعد يقول حرام عليكم ما قلتوش ما شاء الله مش عارف ايه. فدخل الناس وقالوا له ما تلومش على حد الا نفسك، هو انت ضامن ان الناس كلها بتقول ما شاء الله؟ انت اللي جبت الاذى لنفسك. فانا يعني بنصح نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى، وده نهجي اصلا في الحياة في كل حاجة. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان في كل شيء، واخفي عن الناس ثلاث: ذهبك وذهابك ومذهبك. مش كل ما هتنوي على حاجة تعمليها تعملي نشرة جوية. خلي بالكم من بيوتكم يا جماعة، ومفيش داعي ان احنا نقعد ننشرها بكل تفاصيلها عمدا عشان الناس تخش وتتكلم وتقول وتعيد وتزيد. ساعات كمان بيبقى فيه تعليقات لاذعة: الانتريه هنا مش حلو، شيلي ده وحطي ده هنا. واحدة دخلت علقت من اللي كانت منزلة صور بيتها: يا جماعة هديته حيلي، هديته حيلي، شيلي ده من هنا حطي ده من هنا. فدخلت واحدة تانية علقت قالت لها: انت اللي جبتيه لنفسك، ايه اللي خلاكي تحطي وتقولي لنا نقول لك رأينا؟ وما شاء الله آلاف التعليقات. فنحفظ علينا بيوتنا وأولادنا وأسرنا وأزواجنا، وبلاش نجيب الأذى لبيوتنا والمشاكل لبيوتنا. ملهاش لازمة أبدا إن احنا ندخل ننشر سواء كان في جروبات أو على السوشيال ميديا عيانا بيانا ونقول للناس اتفضلوا معانا في الصالون شوفوا بيوتنا فيها ايه. البيوت دي أسرار، البيوت دي عورات ما ينفعش إن احنا نكشفها. ربنا يصلح حالنا وحال بيوتنا ويجعلها عمرانة بالخير وبالستر وبالصحة وبالمودة والسكينة يا رب العالمين. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.